من يوم ليلة الدخلة وجوزي كل يوم بيديني 200 جنيه في ايدي ويقول لي ها مبسوطة. وانا وقتها فعلا كنت مبسوطة، بس انا دلوقتي بقيت قرفانة من اللي بيحصل. انا واحدة بنت عادية جدا، اتقدم لي عريس وكانت مادياته كويسة جدا جدا جدا، وكانوا اهله مستعجلين على الجواز. ولما جم لحد اهلي قالوا لهم ان احنا شرطنا ان بنتكم نتجوزها خلال شهر بالكتير قوي. طب ليه وايه السبب؟ مفيش اسباب. وطبعا يا جماعة العريس ده كان سبق ليه الجواز قبل كده وتم الانفصال، وما رضيوش يقولوا ايه سبب الانفصال. واهلي طبعا لما شافوه عريس كويس ومحترم